اهلا وسهلا فيكم. اول مره بدي اعمل لكم فلوج من سوق الزاويه. تعالوا نشوف معنا ابو طلال ملك سوق الزاويه وملك فتة الحمص. ابو طلال الملك. وين ابو حميد؟ احلى ابو حميد، احلى قنديل، احلى صحافه، احلى اعلام، منورين. ابو طلال اهلا وسهلا. احلى فتة حمص من عند ابو طلال، من عند الحاج نمر عكيله. لا هذه كل بركاتكم يا عمي، هذا حبيبي. احنا شده واحنا من غيركم ولا حاجه، انتم منورين. كل عام وانتم بخير ابو طلال. كل عام وانتم بخير، احلى صحافه واعلام. الله يسعدك. وين رحت؟ طياره يابا طياره. تعال هنا ابو طلال. ايش مستريح؟ مطحنة جبر، المطحنة الفخمة، يعني هي بتعمل أجود أنواع التوابل والبهارات والبن والدقة والزعتر. عنده طحنية الكيلو ب10 شيكل، تعال أوريكم إياها. اهلا وسهلا بالحبايب. اهلا وسهلا بالحبايب. طحنية سمسم خالص. اهلا وسهلا بالحبايب. زي ما انت شايف بحط السمسم تنزل الطحنية، فيش أي إشي، فيش فيها غش يعني. طحنية جبر أفضل طحنية في سوق الزاوية. ملك الطحنية، ملك البهارات. شوف البهارات، ملك البهارات بكل أنواعها وأشكالها، من كل أنواع البهارات. هاي عندك زبيب، عندك كاشو، عندك لوز، عندك كل إشي موجود. لوز، عندك فاصوليا، عندك حمص، عندك يعني البقوليات موجودة، البهارات موجودة، القهوة موجودة، كله موجود. سوق الزاوية من أعظم الأسواق في قطاع غزة. تعال بالله، شوف كيف تنزل الطحنية، شوف كيف. تعال صور هان، صور هان. هو كل بالي حب هان هذا. عملت باقي حب هان هو. طبعا انتم عارفين انه في أزمة على الدجاج، وكيلو الدجاج في غزة تقريبا 15 شيكل، يعني بتطلع لك الدجاج حقها 40 شيكل لما تتنظف وتترتب. فاحنا ليش ما ناخذ من سوق الزاوية؟ تفرج منظر الحمام البلدي، البط البلدي، الأرانب البلدي. هذا شغل بلادي. هاي الأرانب أفضل من 100 دجاجة بلدي، أفضل من 100 دجاجة. بيض بلدي، مال البيض البلدي نفس أسعار الدجاج الإسرائيلي والاستيراد الإسرائيلي. شايف الديك كيف قاعد حزين؟ ليش الديك قاعد حزين؟ تعرفوا ليش؟ الديك هذا قاعد حزين. تعال حارمينه من دجاجاته اللي تحتيه. بعدين انتم بتروحوا على اسرائيل وسايبين البلد، ابن البلد. تروح تشتروا الاسرائيلي وسايبين ابن غزه وحداني. دائما بتحبوا الاجانب انتم، زي ما بتحبوا الاوكرانيات. تعال نشوف ايه الزغاليل بتفتح النفس. هدول على الفتة، هدول الزغاليل، هدول على الفتة. صينية هالفت، تمسك هالورك الزغلولة مع الخبزة، اشي بيفتح النفس. بتقول لي دجاج بلدي؟ تعال نشوف. طبعا المخلل مع الاكل، بدك تفتح نفسك بدك تاكل مخلل، اشي بشهي. انا لو الواحد بالصايم كان هذول يعني قرقشت لكم اياهن. هذا المقوس اللي هو يعني بيعملوه من اللوز والزيت الزيتون، اشي بيفتح النفس. المقوس من اعظم الاكلات على الوجبه. صلوا على رسول الله. جنب الشموس يا طيبين.
طبعا فراولة بيت لاهية الأربعة ب100. عصير انسى 4 كيلو ب100. يعني بتعصر شاف الفراولة مع الفطرة. أنا لو إن الواحد بعد الفطرة بصور كان 4 كيلو ب100 4 كيلو ب100 بس مش وقت. 2 كيلو فراولة بالشديد 4 كيلو فراولة ب100. تعال 4 الدجاج الإسرائيلي الكيلو ب15. خليه بيض عندكم. 4 كيلو ب100. ما حدش مدور عليه مسكين. الناس بتطلع وتمشي. تعالوا شوفوا. هذا الدجاج الإسرائيلي حق الكيلو 15 شيكل. حق الكيلو 17 شيكل. هي بقول لي بيضة عندهم يا حبيبتي. وين بدك تبيضي؟ عندهم. بيض باكل 16 ونص علينا جملته ولا 16 ونص 16 ونص جملة. وقدمت له 17 طبعا اللي هي النص شيكل مربح تنظيف. يعني بقول لك 16 ونص جملة. إذا الحكومة بتقول لك احنا بنوزعه ب 14 شيكل. هاي التاجر بقول لك احنا بنستلمه ب 16 ونص. طب مين اخذ 2 شيكل ونص هذول؟ احنا يلا نصور. احنا دائما بنصور في الناس. فاليوم احنا جايين نجرب عن حالنا. احنا كمصورين كيف نجرب انه احنا نتصور. فحبيبنا احمد اليوم بده يصورك. بده يصورني. كيف الطيارة؟ يا خرابها. تعال نشوف الجرجير. قديش جرجير؟ قديش الجرجير؟ شيكل تنتين. ربطتين الجرجير بشيكل. هذول ربطتين بشيكل. يعني وكمان تاخذهن الثلاثة بشيكل. يعني فيش مشكلة. صح ولا لا؟ تاخذهن؟ بدك اياها سيدي وتوفيق. شوف هانا فطورك يا صايم. هانا فطورك يا صايم. جرجير جرجير. ايوه يابا ايوه. هانا فطورك يا صايم. هي الفجل العسل. هي الفجل العسل. فجل عسل فجل عسل. ايش هذا؟ صلاة النبي صلاة النبي ترضي النبي. صلاة النبي ترضي النبي. ايوه محمد زعق. ايوه يلا يا جرجير. ايوه ظبطت وضعك. طبعا هذه الروكة والبصل الأخضر والفجل والبقدونس والنعنع والجرادة من الأشياء الأساسية في كل بيت. يعني لازم يكون موجود منها على السلطة جنب الأكل. الجرجير يكون موجود. الفجل جنب الأكل. هذه وصفات يعني أشياء من الأشياء الأساسية اللي موجودة في كل بيت. راعي الناس يا عم. راعي الناس. الرعية بس البضاعة غالية يا محمد. هاي بيقولوا البضاعة غالية. والله البضاعة غالية. كنا نشتري ب 50 اليوم نشتريها من 50 صارت ب 100 شيكل. يعني غلاء الأسعار أثر على السوق بشكل كبير. حتى تاع الروكة اللي هو الجرجير والفجل بيشتكي. بيقول لي كنت أشتغل كنت أجيب بضاعتي ب50 شيكل لقيت بجيبها ب100 شيكل. يعني مين السبب؟ طبعا هنا بنكون ختمنا لكم الحلقة من سوق الزاوية. أجمل سوق في قطاع غزة. شكرا. وإذا عجبتكم الحلقة شاركوها.